ازاي تقضي العيد من غير وزنك ما يزيد؟ الطريقه الاولى انك تمشي علميا 100%. لو انت عملت نتيجه حلوه جدا في رمضان وخايف عليها فتقدر تمشي بالورقه والقلم. الورقه والقلم هو ان انت هتحسب السعرات الحراريه اللي هتاكلها في اول يوم العيد وتاني يوم العيد. افترض مثال لو انت شخص ليك 2000 سعر حراري في اليوم علشان تفضل على الوزن او على العجز السعرات اللي انت ماشي عليه، فهنضرب الاتنين دول في 7 اللي هم عدد ايام الاسبوع. عدد ايام الاسبوع هيديني 14000 سعر حراري. لو انت في اول يوم وتاني يوم اخدت 4000 سعر حراري او 3000 سعر حراري، يعني اكتر من احتياج جسمك من السعرات الحرارية، فبتقدر ان انت تنقص من ال 14000 سعر حراري اللي انت اخدته اول يوم وتاني يوم. ولنفترض مثلا ان انت اخدت 4 و4، يبقى كده 8000 سعر حراري، واللي هم كتير جدا في اول يوم وتاني يوم العيد. بعد كده هيفضل معاك 5 ايام، هتوزع ال5 ايام على اللي باقي من ال 14000 سعر حراري. احنا شلنا منهم 8 اوريدي، بقى معايا 6000 سعر حراري. ال 6000 سعر حراري هتقسمهم على 5، فيبقى معاك مثلا 1500 سعر حراري في اليوم تقدر تدخلهم خلال ال5 ايام المتبقين من الاسبوع. وبعد ما الاسبوع بينتهي بترجع تمشي على السعرات الحراريه بتاعتك زي الاول تاني. كده مش هتقدر ان انت تزيد ولا جرام واحد لو انت مشيت بالورقه والقلم. طب ازاي احسب السعرات الحراريه بتاعتي؟ سايب لك اول كومنت لينك ازاي تحسب السعرات الحراريه وازاي تطلع احتياج جسمك من السعرات الحراريه سواء كارب او فاتس او بروتين.